شكرا فضل طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار فضائل الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. سمينار للحفاظ على الاثار والتراث في افعبت. الاريتريون في المهجر ينظمون العديد من الانشطه الوطنيه. بحث برامج جمعيه المعاقين في القاشبركه. عملية عسكرية تركية شمال شرق سوريا وانتقادات غربية وعربية. بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبة إيران بشأن الناقلة أدريان. مؤتمر دولي لإنقاذ حياة الملايين من الإيدز والسل والملاريا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. عقد قسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر سمينارا في مدينة أفعبت حول دور المجتمع في الحفاظ على الآثار والتراث. وتم التوضيح في السمينار دور المتحف للحفاظ على الآثار والتعريف بها. وأوضح الخبراء بأن الإقليم غني بالآثار والوعي بخصوص أهمية الآثار، مشيرين إلى أن الآثار الموجودة في جزيرتي دهلك ودسيت ومناطق بويا وعدوليس ومصوح وغيرها من الأماكن والصور في قرورة وآثار النضال المسلح كلها تجعل إقليم شمال البحر الأحمر مركز للموارد التراثية. ودعا السمينار لتقديم المواد التاريخية الجميلة والجاذبة الموجودة مع المواطنين للمتحف لحفظها ونقلها للأجيال، وتوخي الحذر من إتلاف الآثار أثناء أعمال البناء والزراعة. وناشدت المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر المواطنين الاهتمام بالآثار والتراث لدوره في تعزيز تماسكنا ووحدتنا وعكس هويتنا وتاريخنا. ومن جهته أوضح مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بأن الحفاظ على الآثار والتراث مسؤولية كافة قطاعات المجتمع والمؤسسات الحكومية. عقد في مدينة بولونيا الإيطالية اجتماعا في 6 أكتوبر لتمهيد الأرضية الملائمة لاستثمار إريتريو المهجر في وطنهم. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في إيطاليا السيد جرماي هبت ميكائيل توضيحا بشأن فرص الاستثمار التي تتيحها الحكومة الإريترية للإريتريين في المهجر للمساهمة في تطوير اقتصاد وطنهم ومجالات الاستثمار وإجراءاته. وقال أن الاستثمار يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوقت والأوضاع، موضحا فتح فرص الاستثمار في مجالات الزراعة والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مع الوضع في الاعتبار قدرات وإمكانيات الإريتريين والسلام الذي تحقق بعد تخطي العوائق والتحديات. وأكد المشاركون على استعدادهم للمشاركة حسب قدراتهم في الفرص التي وفرتها الحكومة. من ناحية ثانية عقد في مدينة فرانكفورت الألمانية في 5 أكتوبر اجتماعا شارك فيه مسؤولو وممثلو الجاليات من 21 مدينة ألمانية للدفع بالتنظيمات الوطنية وبرامج التنمية. وأوضح مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد كحساي تولد الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الحالية، مؤكدا أهمية تقوية القوى الاجتماعية تأطيرها والعمل على تبادل التجارب والتكامل تلبية لمتطلبات المرحلة. من جانبه أوضح مسؤول الدبلوماسية الشعبية سيد تخلو لباسي أن المرحلة تتطلب مساهمة المواطنين في تقديم المشورة والنصح في الأنشطة الاستثمارية وتطوير قدراتهم وتعزيز تأطيرهم وتنظيمهم ورفع مستواهم الاجتماعي والثقافي وتنشئة الشباب بالعلم والمعرفة وتمكين الأطفال من التعرف على هويتهم، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة مستقبلية تلبي احتياجات المرحلة. وذكر رئيس اللجنة الوطنية في ألمانيا الدكتور تسفاي عبللوم أن الجاليات كما التنظيمات لها دور كبير في تأطير الشعب الإريتري في القضايا الوطنية والحفاظ على القيم، وأنه ينتظر منها الكثير خلال المرحلة القادمة في تقوية اللجنة الوطنية. وبحث الاجتماع هيكل ومهام الآنية للجاليات، وتوصل إلى تفاهم لإعداد خارطة طريق لتحقيق الإصلاح الهيكلي بما يتناسب والمرحلة وخلق قوى اجتماعية موحدة وإدخال أسلوب عمل يمكن من مواجهة تحديات بناء الوطن بالمشاركة الواعية والنشطة. وتم انتخاب لجنة إدارية مؤقتة لتحقيق المشاركة المباشرة للجاليات في اللجنة الوطنية المقامة على مستوى ألمانيا. من جهة أخرى عقد قنصل إريتريا العام في استراليا السيد محاري تخستي سمينارا في 5 أكتوبر للإريتريين في مدينة بريسبين، وأوضح العمل النشط للشعب والحكومة الإريترية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية خلال مرحلة السلام الراهنة، مؤكدا تمهيد الفرص لاستفادة المواطنين من موارد وطنهم واستثمار أموالهم. كما عقد سيمينار مماثل لأعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة حول الأوضاع الراهنة في البلاد وبحث سبل تقوية التأطيرات وتقييم المهام والبرامج المستقبلية.
بحثت جمعية معاقي الحرب في إقليم القشبركة برامجها المستقبلية مع الأعضاء. وأوضح رئيس الجمعية في الإقليم السيد شمولي والقرقيش في الاجتماعات التي عقدها في 13 مديرية أن الجمعية تعمل حسب استطاعتها لمساعدة معاقي الحرب، وأن أعمال مرضية قد نفذت لتقوية التأطير وخلق فرص الحصول على القروض لتمكين المعاقين، داعيا المعاقين للانضمام للجمعية والاستفادة من الموارد والفرص. وقدم عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية سيد مانويل زرعوم تقريرا عن أنشطة الجمعية خلال السنوات 13 الماضية والتحديات التي تخطتها، كما أوضح عن انعقاد المؤتمر الرابع للجمعية الأسبوع الأخير لهذا الشهر. جرت أنشطة توعية مكثفة في منطقة مايمني لمكافحة الأمراض المعدية عامة والملاريا خاصة. وأوضح عضو مكتب مكافحة الملاريا والأمراض المعدية السيد اسمروم زر السناي أن وضع الملاريا غير مغلق في المديرية خلال الأشهر الخمس الماضية، داعيا المواطنين لضمان نظافة محيطهم واستخدام الناموسيات. وأشار إلى أن أغلب الإصابات بمرض الملاريا كانت في بلدة مايمني، ويجب تعزيز تعاون السكان لإنجاح جهود وزارة الصحة ورش المبيدات وعلاج المرضى. نظمت إدارة إقليم عنسبة دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضائها وتقديم خدمات ناجزة، وتضمنت الدورة التأهيلية الجوانب النظرية والتطبيقية في المحاسبة وإدارة وحفظ الممتلكات والمسح والخرائط والتوثيق ومجالات أخرى. ودعا المدير العام لقسم التنمية المعمارية سيد تخصصي أسقدوم والمدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد سراج حج المشاركون في الدورة لتقديم خدمات جيدة وسريعة. وقدم حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود الشهادات للمشاركين في الدورة، داعيا إلى نقل المعرفة المكتسبة لزملائهم. عقد سمينارا بساوة في 6 أكتوبر لأكثر من 600 من أعضاء الدفعة 33 للخدمة الوطنية للدفع بأنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وذكرت مسؤولة فرع ساوة ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الشابة منصور إسماعيل دور ومساهمة ساوة في ترسيخ الوعي والفكر الجماعي، موضحة أن القيام ببرامج للتعرف على مواهب وهوايات الشباب وتوريث التاريخ بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية. وأوضحت مسؤولة متابعة الأقاليم في الاتحاد الشابة هيلين أمينة في الورقة التي قدمتها بعنوان الشباب والقيم المعنوية لتغيير المجتمع بأن على الشباب التحلي بقيم مجتمعهم والتعرف جيدا على تاريخهم وثقافتهم لتطوير أنفسهم أولا ومن ثم الشعب والوطن. وقالت أن العمل والاعتماد على الذات من القيم الأساسية للمجتمع الإريتري، وعلى الشعب والمؤسسات الحكومية السعي لنقل هذه القيم إلى الأجيال الحديثة. ونشد الاجتماع بضرورة تقوية فرع الاتحاد في الأقاليم والمديريات لتوعية وتوجيه الشباب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، بالتزامن مع الإعلان عن طلب الدول الأوروبية في مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا، تتوالى الإدانات العربية والدولية للعدوان التركي على شمال شرق سوريا. فقد شنت تركيا هجوما بريا على شمال سوريا بعد ساعات من بدء مقاتلاتها ومدفعيتها غصف المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية. وقال مسؤولون أتراك أن القوات التركية وحلفائها من المعارضة المسلحة دخلوا المنطقة شرقي نهر الفرات. وقالت وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي ضرب 181 هدفا تابعا للمسلحين في هجمات جوية منذ بدء العملية شمال شرق سوريا. وقتل مدنيان وأصيب آخران غربي رأس العين حسب ما قالت قوات سوريا الديمقراطية. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية العسكرية التركية بأنها فكرة سيئة، بينما حذر قادة أوروبيين من متبعات الهجوم. ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر أنقرة إلى وقف حملتها العسكرية في سوريا، قائلا أن الاتحاد الأوروبي لن يمول بناء أي منطقة آمنة. ودعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو فقال أن تركيا لها مخاوف أمنية مشروعة، وأنه يتمنى أن تتحلى بضبط النفس في عمليتها العسكرية. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتحاد الأوروبي للتنديد بإيران وتحميلها المسؤولية بعدما قال أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 أفرغت حمولتها من النفط في سوريا. وأشار بومبيو أن حمولة النفط من أدريان داريا 1 أفرغت في سوريا، مما يثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق. لذا يتعين على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل ويدعموا سيادة القانون ويحملوا إيران المسؤولية. واحتجزت بريطانيا الناقلة في يوليو قبالة ساحل جبل طارق، وأفرجت السلطات
الانشطاط عنها بعدما تلقت تأكيدات كتابية رسمية من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولة 2.1 مليون برميل من النفط في سوريا. لكن في سبتمبر قال وزير الخارجية البريطاني أن الناقلة باعت الخام لسوريا في انتهاك صريح لهذه التأكيدات. تستضيف مدينة ليون في الجنوب الشرقي الفرنسي مؤتمرا دوليا للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي يسعى إلى جمع ما لا يقل عن 14 مليار دولار لإنقاذ حياة 16 مليون شخص. ويشكل هذا المؤتمر تحديا كبيرا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كون المنظمات غير الحكومية تحمله مسؤولية فشل هذا المؤتمر في حال لم يتم الحصول على المبلغ المطلوب خلال هذين اليومين. من المفترض أن تعلن الدول المانحة عن حجم المساعدات المالية التي تنوي تقديمها للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة، والذي يهدف إلى جمع ما لا يقل عن 14 مليار دولار. تعشق الشقيقتان التوأم هيرمان وهيرودا بيرهيني الرقص، لكنهما لا تستطيعان سماع الموسيقى بسبب معاناتهما من الصمم. لذا فإن اختراع سترة مزودة بأجهزة استشعار تمكنهما من الإحساس بالأصوات المختلفة أحدث تغييرا كبيرا في حياتهما. ويحتوي قميص الصوت الذي ابتكرته شركة كيوت سيركت للموضة في لندن 16 مستشعرا مثبتا في قماشة، لذا يتمكن من يرتديها على سبيل المثال من الإحساس بألحان الكمان عند الذراعين بينما يشعر بقرع الطبول عند ظهره. وقالت الشقيقتان اللتان فقدتا حاسة السمع في سن صغيرة أن ارتداؤهما للسترة منحهما تجربة جديدة تماما، ولن تكون قمصان الصوت رخيصة الثمن، إذ من المتوقع أن تباع بأكثر من 3000 جنيه استرليني، لكن البعض يرى أنه مبلغ يستحق أن يدفعه الصم الذين يحبون الموسيقى مثلها ومثل أختها. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.